سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة: متى نصر الله؟ الذي استعجل وسأل متى هم المؤمنون الذين معه؟ قال الحبيب: ألا إن نصر الله قريب. فإياك أن تقول متى نصرك الذي وعدتنا يا رب ونحن ندعوك منذ كذا ومنذ كذا. تحاكم ربك. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أمر الله كان حقا علينا نصر المؤمنين فلا تستعجلوا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة في شد يدعو الله وهو مستجاب الدعوة ولم يأتي الفرج، وكلما دعا كلما اشتدت الأمور عليه ولكن لم يستعجل. سيدنا موسى كان يقول: ربنا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال له الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المؤمنين. قال: لو استجيبت وتم غرق فرعون بعد هذه البشارة ب50 عام. أيقن الإجابة ولكن لم يستعجل ظهور أثر الإجابة. وأفعالك السيئة في هذا الجيل، والكلام ده موجه لكل فرد فينا وكلنا نعلم ما هو قدر تقصيره، يكون سببا وعائقا لعدم ظهور الإجابة. أما الإجابة فقد تمت: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ولكن نصر الله قريب عندما ينقضي هذا الجيل. لماذا تأخرت 50 عاما لسيدنا موسى؟ حتى يموت جيل ويأتي جيل آخر صالح لنصرة موسى مع كمال الأدب معه، فيقر عينه برؤية غرق فرعون أمامه.